بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. تعالوا نعمل الريش بطريقة سهلة وبسيطة، وطريقة هتخلي طعمها حلو قوي. وما تعمليش الريش إلا بالطريقة دي أو تشويها، واحنا النهاردة هنعملها بالصينية بالبصل. تحفة في الأكل بجد. هنضرب في الخلاط فلفل أخضر حامي أو بارد حسب ما تحبي، وبصل، بس بصل كتير يا حبايبي، وتوم. وهنجيب الصينية بتاعتنا وهنضيف فيها شوية زيت صغيرين طبعا، لأن اللحمة اللي بيبقى فيها عظم ديت بتبقى ملبسة وفيها دهون، فهنكتفي بان احنا نحط حاجة بسيطة. هنرص اللحمة بتاعتنا في الصينية زي ما احنا شفناها كده، وهنجيب التوابل بتاعتنا، كل التوابل اللي بتحب تضيفيها للحمة ضيفيها عليها، وهتسيبيها تتلوح كده 5 دقايق او 10 دقايق. وهتبتدي ان انتي تضيفي عليها البصل اللي احنا ضربناه في الكبة، وهنضيف عليها الفلفل الاخضر الجميل بتاعنا، بيديلها طعم حلو قوي بالذات لو كان حار. وهتزوديها مية وهتسيبيها بقى لما تستوي براحتها، واحلى قطعة لحمة هتاكليها في العيد وبألف صحة وعافية يا رب.